السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هقولك النهاردة على مشروع حلو جدا جدا ووصفة هايلة. مشروع ووصفة. اللهم صل على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وفيديو مفيد وفيديو بجد استثماري وحلو جدا. المشروع الحلو جدا والمادي والمفيد هو مشروع الأرنب، بس على شرط لازم تسمعي التعليمات اللي أنا هقولها لك دي. الأرنب النوعية الأقل إصابة بالجرب، في أنواع ما تصابش بالجرب بسهولة. تمام، هاتي الأنواع دي حلوة وكويسة. تمام. الأرنب حلو، الأرنب مشروع حلو، لكن هو عيبه إصابته بالجرب. وهاتي الأنواع اللي أقلها إصابة بالأمراض. في أرنب بيتحمل الأمراض جدا، وحتى السلالات والأنواع. فيهم أنواع سريعة الإصابة بالجرب، فيهم أنواع بطيئة الإصابة بالجرب، وعلاج الجرب سهل جدا عندها. تمام. بس أهم حاجة لما تجيب الثلاجة، أول حاجة لازم تهتم بيها هي النظافة والحرق بالبشبوري. لازم عشان تجيبي الأرنب لازم تجيبي أساسياته. الأرنب بيحتاج مكان لا هو ساقعة ولا هو شمس، ما بيتحملش الشمس وما بيتحملش السقعة الشديدة. تمام. طيب انت عايزة أرنب يتحمل ده كله، يبقى الأرنب البلدي يعيش في البرد الشرد الصيف الربيع الخريف. بس هو يعني اللهم صل على رسول الله، انتاجيته قليلة شوية، ما بيحملش لحم كمشروع. لا، كمشروع للأرنب البلدي انت عايزة عدد. وفي أنواع تانية أقل إصابة بالجرب، أنواع تانية هتتحمل معاكي وهتبقى اللحم بتاعها حلو، سواء في اللحم سواء كمشروع سواء كمكسب. كمان هي بتنتج عدد. بس أهم حاجة زي ما أنا قلتلك، لا يعيش، ما بيتحملش البرد او الحر الشديد. يعني ايه؟ دايما يبقى فيه مبرد عندك. انت عندك الاماكن ديت ربي مشروع الارنب ما فيش مشكلة خالص. اللهم صل على رسول الله. النهاردة بقى الفراخ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، قمر القمر. الشمس عملت عامل حلو جدا، وعملت احجام حلوة جدا. وكمان انا خلاص منعت العليقة اللي هي التسمين، لان انا مش عايزة تسمين. حطيت بقى بعد ال3 شهور العليقة البياض. النهاردة هنقول وداعا للبرد، وداعا لهشاشة العظام عند الفراخ. مش احيانا تلاقي فرخة كده راقدة وتبص تلاقيها فيها رعشة كده، دي نتيجة هشاشة العظام عندها. النهاردة معلش الكحة عندي مضايقاني شوية. هنعمل عنقود بيض حلو جدا. انت بتربي الفراخ عشان البيضة، فانا النهاردة بقى هقولك تعملي عنقود بيض مبكر ازاي. والنهاردة هنعمل مشروع حلو جدا، انك انت تسيبي الفرخة للبيض، بس شرط انك انت تجيبي عدد وتختاري. انا لما بروح اختار من عند المعمل، انا منهم ما عمري يوم بعرف الديك من البربرة. عمري يوم بتعرفين؟ ايوه بعرفهم.
الديك بتبقى راسه كبيرة. اما الكتكوت اما البربرة فهي بتبقى راسها صغيرة وبتبقى اقل في الحجم من الكتكوت الديك. وتبص تلاقي الكتكوت الديك كده وهو طالع من البيضة طالع له عرف صغير، بينما الفرخة بينما الكتكوت الفرخة الكتكوت يعني ما بتبقاش ليها البربرة ما بتبقاش ليها عرف خالص اطلاقا. اما الديك بتبص تلاقي عامل شرط عرف كده. فانا بعرفهم النهارده بقى. هنقول ايه؟ البصل مع طماطمايه مع قرنين فلفل وحطوه لهم وادعيلي اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده قمر القمر. اللي وصلت معايا لحد هنا ما تنسانيش من لايك والشير فضلا وليس امرا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.